حبايبنا الغاليين في اولى ثانوي وفي كل مكان في الجمهوريه، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. ان شاء الله النهارده عندنا ملحمه في حساب المثلثات. فرع حساب المثلثات النهارده مش بس هيتم شرحه وفرمه وتحطيمه نهائيا ان شاء الله. لو انت عندك اي مشكله في حساب المثلثات، في بعض المشاكل كده بتواجهك في حساب المثلثات، نهايتها ان شاء الله هتكون في الفيديو ده. النهارده هنشرح وهنحل وهنفرم حساب المثلثات مع بعض، بس بعد ما نسمي الله ونقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله توكلنا على الله. صديقي العزيز، حساب المثلثات عند حضرتك بيبدأ معاك بحاجة اسمها الزاوية الموجهة. طبعا زاوية موجهة يعني زاوية ليها مقدار وليها اتجاه. زاوية ليها مقدار وليها ايه؟ وليها اتجاه. فمثلا لما يجيب لك زاوية زي دي، وحضرتك سر عارفين من زمن الزمن، لما يجيب لك زاوية زي دي ويقول لك اقرأها لي. في حد فيكم كان يقرأها في إعدادي يقول لي: يا مستر دي تقرأ ألف ب ج. واحد تاني يقرأها يقول لي: لا دي ج ب ألف. أقول له: ولا أنت بمزاجك ولا أنت بمزاجك. ليه؟ لأن الراجل لازم يحدد لي فين الضلع الابتدائي وفين الضلع النهائي. فمثلا لو الراجل عمل لحضرتك حاجة زي كده، ركز معاه كده، عمل لك سهم كده، إذا الراجل حدد لك الضلع الابتدائي وهو الضلع أيوه ب ج شعاع. محدش يقول لي ج ب، غلط، قول لي ب ج شعاع. طب وفين الضلع النهائي اللي راح له السهم؟ ب أ شعاع. يبقى ده الضلع الابتدائي. مبدئيا كده انا عرفت من الرسمه ان ده كده الضلع الابتدائي وده كده الضلع النهائي. فلما اجي اقرا الرسمه واجي اقرا الزاويه اقراها من الابتدائي للنهائي، اقول له ج ب أ. اقول يبقى دي زاويه ج ب أ. وطبعا الزاويه ليها اتجاهين، يا اما مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب الساعه. فزاويه زي دي مثلا اهي عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه، فهي زاويه موجبه. اتجاه الزاويه يا اما مع عقارب الساعه فبنسميه موجب، يا اما عكس عقارب الساعه فبنسميه سالب. اتجاه الزاويه حاجه من الاثنين اهو يا شباب، يا اما مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه. قلنا لو مع عقارب الساعه هنقول عليه قياس موجب، لو عكس عقارب الساعه هنقول عليه قياس ايه؟ سالب. وقلنا مع بعض برضو قبل كده يا شباب ان الزاويه الموجهه دي لو انت رحت لها من هنا، دي كده عكس عقارب الساعه، انت ممكن تروح لها من هنا نفس الزاويه فتكون مع عقارب الساعه. عشان كده اي زاويه موجهه بيكون لها قياسين، واحد موجب والتاني سالب. تعالى كده نكتبها: اي زاويه موجهه لها قياسان، واحد موجب والاخر سالب. اي زاويه موجهه لها كم قياس؟ قياسين، واحد موجب والتاني سالب. موجب والتاني عباره عن ايه؟ قياس سالب. بحيث خدنا لهم علاقات يا شباب، قلنا ان القيمه المطلقه للقياس الموجب زائد القيمه المطلقه للقياس السالب، كل ده ب 360 درجة. لو من غير قيمة مطلقة قلنا الموجب ناقص السالب، قلنا بكام يا شباب؟ ب 360 درجة. الموجب ناقص السالب ب 360 ايه؟ درجة. يا مستر ايه فايدة القانون ده؟ لا ليه فوائد عدة، ليه فوائد عظيمة جدا، بس عايز اقول معلومة بس هنا بس قبل ما انتقل لفوائد القوانين دي. طبعا زاويه زي دي انا اقدر اكتبها بصيغه ثانيه عن طريق زوج مرتب، بحيث ان انا هكتب هنا الضلع الابتدائي وهنا الضلع الايه؟ النهائي. فمستر الضلع الابتدائي بقول عليه ب ج شعاع، طب الضلع النهائي ب أ شعاع. طب يا مستر في الامتحان لو عكس اداني دي وطلب دي، مين الرمز اللي متكرر هنا وهنا؟ ب، حطها في النص. مين اتذكر الاول؟ ج، حطه في الاول وبعد كده أ حطه في الاخر.
يبقى ب ج شعاع وب أ شعاع. طب يا مستر واحدة واحدة كده، مش أنا من القانون ده أصلا عرفت إن القياس الموجب لو عايز تجيب الموجب هات السالب، خد السالب واجمع عليه 360. مظبوط مظبوط اهو يا باشا. طب انا لو معايا الموجب وعايز السالب، قال لي السالب خد الموجب واطرح منه 360 عادي جدا. طب اسئلتهم تيجي ازاي يا مستر؟ واحده واحده كده مع بعض، نسمي الله. الراجل يقول لحضرتك ايه؟ اوجد اصغر قياس موجب للزاويه، ويديك زاويه زي دي، يقول لك سالب 30 درجه. فدي زاويه سالبه، انا عايز احولها لزاويه موجبه، بعمل ايه؟ بجمع 360. سالب 30 زائد 360 تطلع 330 درجه، ده اسمه اصغر قياس موجب. طب السؤال التاني ممكن يجي ازاي؟ يقول لك اوجد اكبر قياس سالب للزاويه 100. يعني انا الزاويه 100 دي زاويه موجبه، انا عايز احولها لزاويه سالبه، فاعمل ايه؟ اطرح 360 تبقى سالب 260. طب السؤال ممكن يجي ازاي تاني يا مستر؟ يقول لك ايه؟ اذا كان سيتا زائد 20 إذا كان يا برنس 2 سيتا زائد 20 وسيتا ناقص 30 هما القياس الموجب والسالب لزاوية موجهة. اوجد سيتا. طبعا حضرتك الراجل قال لك ده القياس الموجب وده القياس الايه؟ السالب. لما يديك القياس الموجب والسالب استخدم القانون ده. الموجب ناقص السالب ب 360 اهو. الموجب ناقص السالب ب 360. يلا مع بعض. اقول له الموجب 2 سيتا زائد 20 ناقص سيتا ناقص 30 ب 360. اضرب السالب ده جوه. 2 سيتا زائد 20 سالب في سيتا بسالب سيتا، سالب في سالب 30 بموجب 30. السالب بيتضرب في القوس كله، سالب في سيتا بسالب سيتا، سالب في سالب 30 بموجب 30. 2 سيتا ناقص سيتا سيتا، 20 و30 50. ودي ال 50 بعكس الإشارة، يبقى سيتا 360 ناقص 50 تطلع معاك 310. إذا السيتا بكام؟ ب 310. يبقى الموجب ناقص السالب ب 360. هضرب السالب في القوس كله يا جماعة. سالب في سيتا بسالب سيتا، سالب في سالب 30 بموجب 30. 2 سيتا ناقص سيتا بسيتا، 20 و30 50. وديت السالب ده بعكس وديت ال 50 بعكس الإشارة، 360 ناقص 50 ب 310. 300 وكام يا شباب؟ 310. طب ايه تاني يا مستر؟ كده احنا اتكلمنا عن القياس الموجب والسالب وكل الكلام العظيم ده. يا مستر قال لك عايزين نتكلم بقى مع بعض عن حاجه اسمها الزوايا المتكافئه. الزوايا المتكافئه. الزوايا المتكافئه. مبدئيا قال لك هي زوايا لها نفس الضلع النهائي. زوايا مالها؟ لها نفس الضلع النهائي. طب بجيبها ازاي يا مستر الزوايا المتكافئه دي؟ قال لك خد الزاويه بتاعتك، اقعد اجمع عليها 360 لحد ما تلاقي الاختيار في الاختيارات، او اقعد اطرح منها 360 لحد ما تلاقي الاختيار في الاختيارات. فاقول له الزوايا المتكافئه قانون اهو، خد الزاويه اجمع عليها 360 اي عدد من المرات،
أو اطرح منها 360 أي عدد من المرات. ولا تنسى أنها لها نفس الضلع الإيه؟ لها نفس الضلع النهائي. دي الزوايا يا شباب المتكافئة. فمثال صغير يقول لك الزاوية 30 درجة تكافئ، ويديك اختيارات. يقول لك ألف هل بتكافئ 270، ب تكافئ 150، ج تكافئ 390، د تكافئ سالب 210. طبعا انا عندي زاويه عايز اعرف بتكافئ قد ايه، اجمع عليها 360. 30 زائد 360 هلاقيها ب 300 وكام؟ 390. سؤال تاني يقول لك ايه؟ الزاويه التي قياسها مثلا على سبيل المثال سالب 90 تكافئ. فيحط لك اختيارات، مثلا اظبط انا بس الاختيارات. يحط لك اختيارات: ألف 360، ب صفر، ج سالب 500 أو سالب 450، د 82. فأنا يا مستر والله يا إما هجمع 360 يا إما هطرح 360. تعالى كده نجمع. أقول له سالب 90 زائد 360 270. موجودة 270؟ لا. طب سالب 90 هطرح منها 360 تطلع سالب 450. إذا دي اللي بتكافئهم يا مستر. أول ما طرحت لقيت دي اللي قدامي، يبقى سالب 450. طب لو قال لحضرتك الزاوية التي تكافئ 1000، الزاوية التي تكافئ 1000. تعالى بس عشان أظبط الاختيارات. تطلع مع حضرتك بص كده معايا. يقول لك ألف هل 540، ب هل 1230، ج هل سالب 80، د هل 220. تعالى الألف أجرب أجمع 360. 1360 مش دي، يبقى دي غلط. طب الألف اطرح 360 640، اطرح تاني 360 280، اطرح تاني 360 سالب 80، يبقى دي مظبوطة. يبقى هي دي اللي مظبوطة. الإجابة هي يا شباب. قعدت أطرح لحد ما طلعت معايا بالمنظر ده. بعد كده عندنا حاجة اسمها الوضع القياسي للزاوية الموجهة. الوضع القياسي للزاوية الموجهة. إيه يا مستر الوضع القياسي ده؟ قال لك الوضع القياسي للزاوية الموجهة، تكون الزاوية الموجهة في الوضع القياسي لو حصل حاجتين. ايه هما الشرطين؟ قال لك لازم راس الزاوية يكون نقطة الأصل. رأس الزاوية نقطة الأصل. والضلع الابتدائي هو محور السينات الموجبة. محور السينات الموجبة. زي يا مستر؟ زي لو الرسمة عاملة كده. بص معايا. لو الرسمة عاملة كده يا برنس، لو أنا جيت رسمت لك رسمة زي دي كده، الضلع الابتدائي وبتعامل كده. كده الضلع الابتدائي فعلا محور السينات الموجبة، وراس الزاوية هي نقطة الأصل. طب هنا لو أنا عملت كده بس قمت عامل السهم كده، هل الضلع الابتدائي محور السينات الموجبة؟ لا. طب دي كده في الوضع القياسي مظبوط. طب لو قمت عامل كده، هو الضلع الابتدائي هو محور السينات الموجبة، بس راس الزاوية مش نقطة الأصل. فدي كمان ليست في الوضع الايه؟ ليست في الوضع القياسي. وكان عندنا معلومة يا شباب بقى بتقول ايه؟ إن لو أنت عندك ألف وب زاويتين متكافئتين، فإن سالب ألف وسالب ب برضه زاويتين متكافئتين. وعندنا معلومة تانية بتقول إن مجموع القياسين
الموجب والسالب لزاوية موجهة دايما هتلاقيهم ما بين السالب 360 والموجب 360. مجموع القياسين الموجب والسالب للزاوية الموجهة ما بين السالب 360 و 300 وايه؟ فترات مفتوحة. فترات ايه يا شباب؟ فترات مفتوحة. وبعد كده عندي فكرة انت دايما بتسألني عليها، بيقول لك ايه؟ إذا دار، آخر حاجة معانا هنا، الضلع النهائي لزاوية 30 درجة في الوضع القياسي. سوري يا شباب، الايفون بيرن. ده مؤاخذة يا جماعة. إذا دار في الرباع عشان ما يرنش تاني. إذا دار الضلع النهائي، إذا دار الضلع النهائي لزاوية 30 درجة في الوضع القياسي، دار قد إيه؟ أجي أقول لك مثلا 40 دورة وربع. قلت لك في الحصة إن كلمة 40 دورة، 50 دورة، 60 دورة، 3 دورات، دورتين، أي عدد من الدورات ملوش أي لازمة، أي عدد صحيح. اللي يهمني ده، لأن ربع دورة ده يعني 90 درجة. 40 دورة وربع في اتجاه عقارب الساعة. فأنا أقول له والله الزاوية بتاعتي 30 درجة، أنت هتلففها في اتجاه عقارب الساعة يعني سالب 90. 30 سالب 90، فأقول له والله تبقى معايا بسالب 60. أنا عايز أعرف دي في الربع الكام. أنا ما بعرفش أحدد الربع إلا لما تكون الزاوية زاوية موجبة. فأقول له سالب 60 هجمع عليها 360 تطلع معايا والله ب 300. 300 ده ربع إيه؟ رابع. طب ليه قلت سالب؟ ليه قلت سالب؟ عشان والله الراجل قال لي مع عقارب الساعة. لو كان قال لي عكس عقارب الساعة كنت قلت موجب. طب لو كان قال لي 40 دورة ونص، نص دورة، تذكر أهو نصف دورة اللي هو 180 درجة. لو في اتجاه عقارب الساعة يبقى ناقص، عكس عقارب الساعة يبقى إيه؟ يبقى زائد. بعد كده احنا عندنا يا شباب حاجة مهمة جدا 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 اسمها تحديد الارتفاع. ايه قصة تحديد الارتفاع دي؟ فاكر ده؟ لما اعمل لحضرتك كده، الزاوية دي بكام؟ صفر، ودي 90، ودي 180، ودي 270، ودي 360. ده الربع الأول، وده التاني، وده التالت، وده الرابع. كده الربع الأول الزاوية فيه من كام لكام؟ من صفر ل 90، والتاني من 90 ل 180، والتالت والرابع. لما اجي اقول لحضرتك هي الزاويه صفر والزاويه 90 والزاويه 180 والزاويه 270 والزاويه 360 اسمهم زوايا ايه؟ تقول لي زوايا ربعيه، ربعيه او زوايا محوريه لا ينتموا لاي ربع، وهما مضاعفات للزاويه كام؟ مضاعفات للزاويه 90 درجه. الزوايا الربعيه مضاعفات للزاويه يا شباب 90 درجة. فانا اقدر طبعا اقول لك حدد الربع، اديك زاوية فانت تحدد لي ربعها. واضح يا شباب؟ كده يكون انتهى معانا ملخص الدرس الايه؟ الاولاني. فسألناه سؤال في الدرس الثاني، يا عم الحاج هو انت الزوايا بتاعتك كلها بالقياس الستيني؟ قال ايه ستيني ده؟ قلت له وانت ما تعرفش ان الزوايا في منها بالستيني وفي منها بالدائري؟ يعني في قياس ستيني وقياس دائري؟ قال لي بجد والله؟ قلت له اه والله، حتى التحويله ما بينهم اهي. لو انت عندك زاويه بالستيني وعايز تجيب زاويه بالدائري، قال لي الزاويه بالدائري خد الزاويه بالستيني اضربها في باي على 180. طب لو العكس، لو انا عايز الزاويه بالستيني، قال لي خد الزاويه بالدائري اضربها في 180 على باي. يبقى تاني، لو انت عايز الزاويه بالدائري خد الزاويه بالستيني اضربها في باي على 180.
طب انا لو عايز الزاويه بالستيني، خد الزاويه بالدائري اضربها في 180 على باي. يعني على سبيل المثال انا عندي دي 120 درجه، عايز احولها للدائري، بضرب في باي على 180. 20 في باي على 180 2 باي على 3. طب انا يا مستر عندي 90 درجه، عايز احولها، اضرب في باي على 180 تطلع باي على 4. اذا الزاويه اللي فيها باي دي الزاويه بالدائري. الزاويه بالله يا شباب بالدائري. طب انا يا مستر عندي زاويه بالدائري، يعني مثلا عندي 2 دائري عايز احولها، قال لك من الدائري للستيني بضرب في 180 على باي واشوفها بكام على الاله. تعالى نعملها. 2 في 180 على باي. وادوس 3 كوما 114 درجه 35 دقيقه مثلا 29 ثانيه ولا 30 ثانيه. طب انا لو عندي زاويه اسمها كده، عندي زاويه اسمها 5 باي على 4 دي بالدائري، عايز احولها للستيني، قال لك شيل الباي وحط 180. شيل الباي وحط 180 يبقى 5 في 180 على 4 تطلع 225. طب عندي زاويه اسمها سالب باي على 2 وعايز يعرف في الربع الكام، اقول له والله سالب باي على 2 دي يا مستر يعني سالب 180 على 2 يعني سالب 90. اولا مش هعرف احدد لها الربع عشان زاويه سالبه، فهحولها اجمع 360 تطلع 270. ودي زاويه ايه؟ رباعيه لا تنتمي لاي ربع. طب انا لو عملت كده سالب 3 باي على 5، الاول احولها للستيني يبقى سالب 3 في 180 على 5. سالب 3 في 180 على 5 تطلع بسالب 108. دي زاويه يا مستر سالبه، عايز اخليها موجبه، اجمع 360 تطلع ب 252. ده ربع كام ده؟ ده ربع يا مستر تالت لتالت، عشان ما بين ال 180 وال 270 ده ربع تالت. فبالتالي يا مستر انا كده عرفت يعني ايه ان في زاويه بالستيني وفي زاويه بالدائري. ايه يا مستر لازمتهم عندنا بقى؟ قال لك لازمتهم في تطبيق مهم جدا جدا جدا، الا وهو ان حضرتك لو عندك دايره، ادي دايره اهي، ما اتعملتش الدايره، نمسح الدايره. عندك اشكال، عندك اشكال يا اخي اهو. مش مهم نعمل الدايره كده، نرسمها بايدينا اهي. ادي الدايره، وادي مركز الدايره، وادي نق، وادي نق، وادي لام، وادي زاويه مركزيه بالقياس الدائري. فالراجل قال لك عند حضرتك علاقه مهمه جدا قوي 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 قوي. اسمها ايه العلاقه دي يا مستر؟ ركز معايا بقى. قال لك سيتا دائري بيساوي لام على نق. ايه يا مستر السيتا دائري دي؟ قال لك سيتا دائري هي الزاويه المركزيه بالدائري، المركزيه بالدائري. طب ايه النق ده؟ ده نصف القطر. وايه اللام ده؟ ده طول القوس. طب يا مستر فلنفترض ما ادانيش المركزيه، اداني المحيطيه، اداني الممسيه، اقول له المركزيه 2 في المحيطيه، المركزيه 2 في الممسيه. طب يا مستر ما ادانيش نص القطر، اداني محيط الدايره، اداني مساحه الدايره، محيط الدايره بس كده عينيا. طب انت عامل كده تقول لي محيط الدايره 2 باي نق
مساحة الدايرة باي نق تربيع. يبقى يا مستر لو اداني الزاوية دي مش مركزية اجيب المركزية، لو ما ادانيش نص القطر هعرف اتعامل من خلال القانونين دول. طب يا مستر اداني المركزية بالستيني احولها لدائري، لازم اعمل كده، لازم اعمل كده. الدرس ده برضه يا رجاله كان فيه قانون مهم جدا هنحتاجه واحنا بنحل كمان شويه، بيقول لك ان مجموع قياسات الزوايا الداخله لاي مضلع منتظم كانت بتساوي كده ن ناقص 2 في 180. طب انا لو عايز زاويه بس داخله، زاويه واحده داخله جوه الشكل يعني، قال لي يبقى ن ناقص 2 في 180 على ن. طب انا لو عايز زاويه خارجه اقول له 180 ناقص الداخله. 180 ناقص الايه؟ 180 ناقص الداخله. فيها مشكله كده؟ طبعا بيحتاج منك شويه معلومات مهمه جدا، زي مثلا انك تكون عارف ان مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجه، مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي 360 درجه. طب مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسي، عوض هنا 5 ناقص 2. ما انا نسيت اقول لك النون ده اللي هو عدد الاضلاع. 5 ناقص 2 واقفل القوس واضرب في 180. طب لو عايز زاويه واحده بس داخله، 5 ناقص 2 واقفل القوس في 180 على 5. وبعد كده يا شباب تعالى كده نشوف الاسئله اللي على الكلام ده. الراجل بيقول لي ايه؟ طول القوس في دايره طول نص قطرها ادي نق ب 12 ويقابل زاويه مركزيه ب 60. قلت له والله انا القانون عندي بيقول ايه؟ يلا مع بعض كده. القانون عندي بيقول ايه؟ سيتا دائري يساوي لام على نق. مش انا عايز طول القوس بيساوي سيتا دائري في نق. فانا عايز اجيب سيتا دائري الاول. حول الزاويه المركزيه من ال60 للدائري، اقول له 60 في باي على 180 تطلع مع حضرتك باي على 3. ونق بكام؟ ب 12. اقول له يا مستر انا عايز ايه؟ انا عايز لام. طب اللام بيساوي ايه؟ سيتا دائري في نق. سيتا دائري يا مستر، اقول له والله باي على 3 في نق يا مستر ب 12 تطلع 4 باي. الاجابه يا شباب 4 باي. مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي بالدائري. والله يا مستر الشكل الرباعي احنا حافظينه من زمان 360 درجه، عايز احوله دائري اضرب في باي على 180 تطلع معاك على القلم 2 باي. الشكل الرباعي القوس الذي طوله 2 باي، ده طول القوس، ده لام، في دايره نص قطرها ب 12، ده نق، يقابل زاويه مركزيه قد ايه؟ انا عايز سيتا. قلت له والله سيتا دائري بتساوي لام على نق. اللام 2 باي والنق ب 12، على الآلة الحاسبة تطلع باي على 6. طب دي السيتا دائري، انا عايز سيتا بالستيني، شيل الباي وحط 180 تطلع ب 30 درجة. النسبة بين قياسات زوايا الشكل الرباعي. نفتكر بقى ايام اعدادي الجميلة، مش بيديك النسبة بين قياسات زوايا الشكل الرباعي؟ هقول له نفرض ان الزاوية الأولى وليكن ألف 5 س، والزاوية الثانية ب 4 س، طالما اداني النسبة بين الزوايا، والزاوية الثالثة ج 9 س، والزاوية الرابعة د 6 س. ايه المعلومة اللي عند حضرتك؟ مجموع الزوايا ب 360 درجة. مجموع الزوايا ب 360 درجة. 5 س زائد 4 س زائد 9 س زائد 6 س ب 360.
ادي 10 س، ادي 10، ادي 15، وادي 9، يعني 24 س ب 360. هقوم قاسم على 24 وقاسم على 24. مش ده هيطير مع ده؟ احسب لي يلا 360 على 24. 360 على 24 15 يا فندم. ادي السين ب 15. يلا نختار السين ب 15. يا مستر عارف يعني ايه السين ب 15؟ يعني الالف 5 في 15. 5 في 15 ب 75. 4 في 15 ب 60. 9 في 15 135. 6 في 15 ب 90. هو عايز ايه؟ عايز اصغر زاويه. قلت له اصغر زاويه ب 60 بس عايزها بالدائري. اقول له 60 في باي على 180 تطلع باي على 3. فاختار باي عليها يا شباب. باي على 3 يا جماعه. خدت بالك لما اداني النسبه بين الزوايا؟ ده سؤال مش سهل. اقول له افرض ان الزاويه الاولى 5 س والثانيه 4 س والثالثه 9 س والرابعه 6 س، مجموع الزوايا ب 360 درجه. 5 س و4 س و9 س و6 س يعني 24 س. قسمت على 24 اداني السين. خدت السين عوضت بيها هنا وهنا وهنا وهنا. اداني الاربع زوايا. انا عايز اصغر زاويه وحولتها للدائري. القياس الدائري والستيني لزاويه مركزيه تقابل قوس طوله 3. ادي لام في دايره مساحه سطحها. مستر قال لنا هو لما يديني مساحه السطح يبقى عايز يديني نص القطر. مش مساحه السطح دي اللي هي باي نق تربيع بتساوي 16 باي صح؟ طب ما هو الباي هيطير مع الباي. نق تربيع ب 16 يعني النق بجذر 16 يعني 4. ادي النق واللام معاك. اقول له سيتا دائري تساوي لام على نق. اللام ب 3 والنق ب 4 تطلع ب 75 من 100 دائري. سيتا دائري ب 75 من 100 مفيش غير دي اصلا. مش هجيب الستيني بقى. لما عاوز اجيب الستيني اهو يا عم بالمره اهو. في باي او سوري في 180 على باي. تطلع معاك تقريبا ب 43 زي دي كده بالظبط. يبقى الراجل اداك مساحه الدايره ليه يا برنس؟ اداني مساحه الدايره عشان اجيب منها نص القطر. ازاي؟ ما هو مساحه الدايره باي نق تربيع يبقى 16 باي. قسمت على الباي يعني نق تربيع ب4 ولا سوري نق تربيع ب 16 يعني النق ب4. سيتا دائري بتساوي لام على نق 75 من 100. فين الاختيار اللي فيه الدال ب 75 من 100 ولا سوري السيتا دائري؟ اهو السيتا دائري يا مستر ب 75 من 100 هنا. فاخترته على طول. قياس الزاويه المركزيه المرسومه على قوس طوله بيساوي طول قطر الدايره. بالمناسبه صحيح. تعالى كده اما اقول لك. انت في حاجه كان اسمها الزاويه النصف قطريه. نسينا نكتبها مع بعض. الزاويه النصف قطريه هي زاويه فيها نص القطر بيساوي طول القوس. وساعتها سيتا دائري بتساوي 1 دائري. بنسميها زاويه ايه يا شباب؟ زاويه نصف قطريه. بعد كده الراجل بيقول لك ايه؟ قياس الزاويه المركزيه المرسومه على قوس طول القوس بيساوي طول قطر الدايره 2 نق. مش انت عارف ان سيتا دائري تساوي لام على نق؟ مش اللام ب2 نق على نق يبقى 2 دائري. عايز احول ل 2 دائري. 2 في باي على 180 ولا في 180 على باي؟ في 180 على باي. تطلع 114 ونص. تقريبا سيتا 114 ونص. مين اقرب رقم لل 114 ونص؟ 115. طول قوس من دايره بيساوي 3 على 8 من محيطها. طول قوس لام بيساوي 3 على 8 من المحيط. المحيط بيساوي ايه بقى يا شباب؟ 2 باي نق. يعني اللام 3 على 8 في 2 باي نق
3 على 8 في 2 فيها التلاتة على الأربعة. ده اللام. فإن الزاوية المركزية أقول له سيتا دائري بيساوي لام على نق. أدي اللام على نق، مش ده هيطير مع ده؟ يبقى 3 على 4 باي. بس أنا عايزها يا مستر، أنا محتاجها يا مستر بالستيني. أقول له يبقى سيتا بالستيني 3 على 4 في 180 تطلع ب 135. يبقى طول القوس 3 على 8 من المحيط، ضربت ال 3 على 8 يا برنس في 2 3 على 4 باي نق. سيتا دائري بتساوي لام على نق. ادي اللام وادي النق، ده هيطير مع ده، طلع كده. شلت الباي وحطيت 180 طلعت معايا بالمنظر ده. القوس الذي طوله 5 باي يعني ده لام في دايره طول نصف قطرها 15 يعني ده نق. ماشي، يقابل زاويه محيطيه قد ايه؟ اقول له والله انا عندي سيتا دائري بتساوي لام على نق. ادي اللام 5 باي وادي النق 15 تطلع باي على 3. ده مين دي؟ دي الزاويه المركزيه. لما اشيل الباي واحط سوري يا مستر، لما اشيل الباي واحط 180 تطلع معايا كده، تطلع معايا ب 60 درجه. اقول له يا مستر يبقى الزاويه المركزيه بالستيني 180 على 3 دي المركزيه. انا عايز المحيطيه. المحيطيه نص المركزيه، يعني بدل 60 تبقى 30 تبقى 30 يا سيدي. 9 قياس الزاويه المحيطيه التي تحصر قوس طوله 2 باي في دايره نص قطرها 4. اقول له سيتا دائري بيساوي لام على نق. تطلع باي على الاثنين اللي هي ب 90 درجه. 180 على 2 ب 90. انا عايز المحيطيه. اقول له نص المركزيه نص ال 90 45. الله اكبر. هانت اهو، هانت اهو على ال 60 والدائري. يتأرجح بندول. عارف البندول؟ رايح جاي رايح جاي. وتخيل شكله؟ قال لك البندول لما بيتأرجح بيعمل المنظر ده، بيعمل المسار ده، بيعمل المسار ده. قال لك زاوية التأرجح ب 60 وطول نص قطر ب 12. أنا عايز لام. قلت له والله اللام تساوي سيتا دائري في نق، والسيتا دائري هي ال 60 في باي على 180 في نق. نق اللي هو بكام؟ ب 12. 60 في باي على 180 ده يا شباب اللي هي باي على 3. طبعا في 12 على الآلة الحاسبة 4 باي. الإجابة ب. القوس الذي طوله لام ونص قطر اهو يقابل زاوية مركزية. أقول له سيتا دائري لام على نق 2 باي على 6 تطلع باي على 3. المركزية 180 على 3 ب 60. هو عايز المركزية، قلت له ب 60. آخر سؤال ولا السؤال اللي قبل الأخير؟ ده لسه حبة حلوين. زاوية مركزية قياسها 60. قلت له لازم أحولها للدائري. لام على نق أو أحولها الأول لدائري، سوري معلش. أقول له 60 في باي على 180 تطلع باي على 3. والنق ب 12. أنا عايز لام. أقول له لام سيتا دائري في نق باي على 3 في 12 ب 4 باي. القوس الذي طوله 15 باي يعني ادي اللام في دايره طول نص قطرها 10 يبقى النق ب 10 يقابل زاويه مركزيه. اقول له سيتا دائري تساوي لام على نق. ادي اللام 15 باي على نق على 10 تطلع مع حضرتك 3 باي على الاثنين. 3 باي على الاثنين طبعا اللي هي دي.
يا رب طبعا انت بتقول يا رب الاسئله كلها تبقى كده. اخر سؤال في القياس الستيني والدائري، ان الراجل يجيب لك الشكل ده ويقول لك اوجد محيط الشكل المظلل. طبعا حضرتك عشان تجيب لي محيط الشكل المظلل بتحتاج تجيب لي بص الحواف بتاعته. اجيب ده واجيب ده واجيب ده. طب ده نص قطر، نص القطر بكام؟ ب6. 6 محتاج بس طول القوس ده. مش الزاويه المحيطيه ب30 يبقى المركزيه ب60، يبقى سيتا دائري تساوي 60 في باي على 180 تطلع باي على 3. طب انا عايز لام، اقول له لام سيتا دائري في نق باي على 3 النق ب6 تطلع ب2 باي. دي اللام دي كده ب2 باي. انا عشان خاطر اجيب المحيط هجمع ال6 مع ال6 مع ال2 باي. 6 و6 12، 12 و2 ايه؟ و2 باي. 12 و2 باي، 12 و2 باي. الاجابه ج، لان انا بجمع الحواف ال6 دي مع ال6 دي مع ال2 باي دي تطلع معاك 12 زائد 2 باي، ومالكش دعوه بالخط اللي اتعمل ده. بس كده يا برنس، وبكده يكون انتهى القياس الستيني والدائري والزاويه الموجهه. تعالى بقى اهم 3 دروس عندك في المنهج، بس بعد ما ناخد الفصل السريع ده ونرجع تاني. نيجي بقى يا حبايبنا لدرس مهم جدا من دروسنا المهمه جدا، اللي هو درس الدوال المثلثيه ومقلوباتها. طبعا احنا عارفين ان احنا عندنا 3 دوال مثلثيه اللي هما الجا والجتا والظا. الجا مقابل على وتر، والجتا مجاور على وتر، اما الظا مقابل على مجاور. دول طبعا ليهم مقلوباتهم. ايه مقلوباتهم؟ قلنا القتا والقا والزتا. ايه القتا؟ اللي هي مقلوب الجا، والقا مقلوب الجتا، والزتا مقلوب الظا. يبقى الجا مقلوبها قتا، والجتا مقلوبها قا، والظا مقلوبها زتا. طبعا احنا عندنا حاجه اسمها دايره وحده يا رجاله. دايره الوحده ديت دايره وحده، سموها دايره وحده عشان نص قطرها بواحد. فلو انت عند حضرتك زاويه موجهه في الوضع القياسي، تعال نرسمها من الاول معلش. نرسم دايره بنت ناس كده، بس بعد ما نظبط الدنيا دي. بص يا عالمي اهو، تعالى من غير بقى ما نمسح وخلاص. زاويه موجهه في الوضع القياسي، ادي زاويه موجهه في الوضع القياسي. ماشي يا مستر، ده الضلع الابتدائي اهو، وده الضلع النهائي. ماشي، قال لك الزاويه دي بتمر بنقطه، النقطه دي ليها س وليها ص. قال لك اي نقطه على دايره الوحده اللي هي نص قطرها بواحد، اي نقطه على دايره الوحده كنا بنقول ان السين بتعبر عن الجتا والصاد بتعبر عن الجا. السين بتعبر عن الجتا والصاد بتعبر عن الجا. فلو عايز الجتا هي السين، ولو عايز الجا هي الصاد. اما الظا كنا بنقول جا على الجتا، الظا جا على الجتا، يعني صاد على س. وكان عندنا قانون اسمه قانون دايره الوحده، اللي هو س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 1. وده بستخدمه لو انا معايا مجاهيل في النقطه، مش النقطه فيها س وصد، اقدر استخدم ده لو انا معايا مجاهيل. ماشي يا مستر. طب وبعد كده قال لي يا عم مصطفى ما تنساش بقى كده المعلومه اللي احنا بندرسها على طول، اللي هي بتاعت ايوه قول معايا كده، ايوه بالظبط كده. كل جبار ظالم جاته داهيه. يعني ايه؟ يعني الربع الاول اللي هو من 0 ل90 ده كل الدوال المثلثيه فيه موجبه. اما الربع الثاني اللي هو من 90 ل 180 الجا والقتا بس اللي موجبين، الباقي كله سالب. اما الربع الثالث الظا والزتا بس اللي موجبين، اما الباقي كله سالب. اما الربع الرابع الجتا والقا بس اللي موجبين، اما الباقي كله ايه؟ سالب. فهنا الشكل ده بيعرفني ان اي زاويه في الربع الثاني الجا والقتا بس اللي موجبين، الباقي كله سالب. يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لحضرتك ايه الربع اللي الجا موجبه والظا سالبه، الربع اللي فيه الشرطين دول، اقول له والله الربع اللي فيه الشرطين دول الربع الثاني. ليه يا مستر؟ الربع الثاني فعلا اللي حصل ده
الشاشة ابتدت تتعب. الربع الثاني ليه يا مستر؟ فعلا الجا موجبة والباقي كله سالب اهو التاني اهو. طب ايه الربع؟ ايه الربع اللي فيه الظا سالبة والجتا سالبة او الجتا موجبة؟ الربع اللي فيه الظا سالبة والجتا موجبة، الجتا موجبة والظا سالبة، ربع رابع. خليك لماح بقى اهو. طب ايه الربع اللي فيه الجا سالبة والجتا سالبة؟ الجا سالبة والجتا سالبة، التاني لا التاني الجا موجبة. طب الرابع الجتا موجبة، يبقى التالت. ربع يا شباب التالت. طب اجي اقول لك هي الجا موجبة فين وفين؟ قول لي والله يا مستر الجا موجبة في الاول والتاني، اول وتاني. طب اجي اقول لك الجتا سالبة فين وفين؟ والله يا مستر الجتا موجبة اول ورابع، سالبة تاني وتالت. صح ولا مش صح؟ طب معايا ولا مش معايا؟ معاك يا مستر. طب يا مستر لو الراجل اداني نقطة على دايرة الوحدة وطلب مني الجتا اجيب له السي، طلب مني الجا اجيب له الصاد، طلب اي حاجة تانية اقدر اجيبها. طب يا مستر لو الراجل اداني النقطة ناقصة، ازاي يديك النقطة ناقصة؟ يعني مثلا يعمل كده، يقول لك لو انت عندك نقطة اسمها ب، اسمها كده 3/5 وصاد، حيث الصاد اصغر من الصفر اوجد كل الدوال المثلثية. واحد يقول لي يا مستر انا هعوض في القانون س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 1. اقول له مش غلط وصح والناتج هيطلع صحيح 100%، بس انا عندي طريقه اسهل. ايه الطريقه الاسهل؟ قال لحضرتك انك تقدر ترسم مثلث فيثاغورس، مثلث قائم الزاويه بالمنظر ده. لا دي كده ايه؟ مش نافعه. فانا هعمل كده، ارسم مثلث فيثاغورس بدون اشارات. لو ادالك داله مثلثيه واحده ارسم مثلث فيثاغورس بدون اشارات. هو كده مديك الجتا ولا الجتا اللي هي مجاور على وتر من فيثاغورس دي بكام؟ ب4. تعرف تجيب لي الدوال المثلثيه كلها؟ اجيبها لك يا مستر، بس لحظه معلش لحظه. انت المثلث اللي انت عملته ده هو انت يا مستر في الربع كام؟ ها؟ السين موجبه والصاد سالبه، الجتا موجبه والجا سالبه. مين الربع اللي فيه الجتا موجبه والجا سالبه؟ رابع. فقوم عامل كده. يلا بينا، يلا نحسب الجتا والجا والظا. مقلوب الجتا قا، مقلوب الجا قتا، مقلوب الظا زتا. مش الجتا مجاور على وتر 3/5 والجا مقابل على وتر 4/5 والظا مقابل على مجاور 4/3 او بسط الجا على بسط الجتا. طب مقلوب الجتا قا 5/3، مقلوب الجا قتا 5/4، مقلوب الظا زتا 3/4. مش انت في الربع الرابع؟ يا مستر طالما انا في الربع الرابع، يبقى يا مستر الجتا والقا بس اللي موجبين، الباقي كله ايه؟ سالب 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 سالب. كده انت جبت كل حاجه. يبقى تاني، اولا اداني نسبه مثلثيه واحده بقوم راسم مثلث فيثاغورس بدون اشارات، وبعد ما ارسمه احدد انا في الربع الكام، اجيب كل حاجه بالموجب واشوف انا في الربع الرابع دول بس اللي موجبين، اما الباقي كله ايه؟ الباقي كله سوالب. الباقي كله يا شباب، الباقي كله سوالب. طب عايزين يا مستر افكار عليها دي، تعال نشوف كده مع بعض سريع سريع كده. يلا يا برنس، سؤال زي ده اهو، سؤال زي ده. ايا من الزوايا الاتيه يكون الجيب وجيب التمام سالبتين معا او سالبين معا. اقوم عامل كده يا برنس، انا في الامتحان اقوم عامل كده عشان ما انساش، اقول كل
جبار ظالم جاته داهيه. مين الربع؟ شفت اتلخبطنا ازاي؟ شفت لخبطتك ازاي؟ شفت انا لخبطتك ازاي؟ ظالم جاته داهيه يا اخي، امشي بالترتيب ده، كل جبار ظالم جاته داهيه. مين الربع اللي فيه الجيب وجيب التمام سالبتين معا؟ الاول لا كله موجب، الثاني الجا موجبه، الثالث الظا موجبه والاثنين التانيين سوالب، فبالتالي يا مستر انا في الربع الثالث. مين الزاويه اللي في الربع الثالث ما بين دول؟ ال 230، عشان الثالث ما بين ال 180 وال 200 وكام؟ و70، يبقى الربع اللي فيه الاثنين سالبتين معا 230. سؤال زي ده س ونص. قال لي يا عم مصطفى نقطة تقاطع الضلع النهائي لزاوية قياسها سيتا في وضعها القياسي مع دائرة الوحدة. قال انا عايز جتا في ظا. مبدئيا يا شباب جتا في ظا، جتا في ظا، طبعا جتا اهي، ما تنساش بقى ان الظا جه على الجتا، جه على الجتا، الظا جه على الجتا، الظا جه على الجتا، مش الجتا هتطير مع الجتا يبقى جاي، يبقى انت عايز جاي. طب مش احنا عارفين ان السين بتعبر عن الجتا والصاد بتعبر عن الجا؟ يبقى الجا بنص، يبقى الجتا في الظا اهي تطلع بجاي، انا عايز الجا، الجا بنص، ما الجا اللي هي الصاد. سيتا زاويه في الوضع القياسي تقطع دايره الوحده وضلعها النهائي بيقطع دايره الوحده هنا. اهو هنا طالما النقطه فيها مجهولين، فيها كام مجهول؟ 2، لازم حضرتك تستخدم قانون دايره الوحده. اللي هو ايه قانون دايره الوحده ده؟ اهو س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 1. يلا بينا مع بعض. السين بسين والصاد بسالب س بيساوي 1. س تربيع زائد س تربيع اللي هي مستر، ما هو التربيع ده بيشيل السالب، بيساوي 1. يبقى 2 س تربيع بيساوي 1، اقسم على 2 يبقى س تربيع بيساوي نص. يعني السين موجب او سالب جذر النص، يعني السين موجب او سالب دي على الاله بجذر 2 على 2. اخد السين موجب ولا اخد السين سالب؟ الراجل قال لي خد السين موجب، فبالتالي خلاص اقول له هي جذر 2 على 2 بالموجب. كده النقطه بتاعتي جذر 2 على 2 اللي هي السين، وسالب جذر 2 على 2 اللي هي سالب س. فإن سيتا عظيم قوي ده، عظيم قوي ده. مين من الزوايا دي اللي الجتا بتاعتها بيساوي ده والجا بتاعتها بيساوي ده؟ كنا بنعمل ايه؟ هي دي نقطة لسه هنشرحها، دي نقطة لسه هنشرحها بعدين. فمبدئيا دلوقتي هقول لك مش دي كده الكوزين، احنا مخلصين منهج بقى المفروض انت عارفها. اقول له جتا سيتا ولسه هنشرحها، جذر 2 على 2. اقول له شفت كوزين جذر 2 على 2 تطلع الحده ب 45 درجه. الربع اللي فيه الجتا موجبه والجا سالبه ربع رابع، اقول له يبقى 360 ناقص الحد، ولسه هنشرحها 315. الجتا موجبه والجا سالبه يبقى انا في الربع الرابع، الجا سالبه والقا سالبه يبقى انا في الربع الثالث. ما هو القا دي اللي هي مقلوب الجتا، فبرضه يبقى الجتا سالبه، الجا والجتا سالبتين يبقى انا في الربع الثالث. بص بقى للسؤال رقم 20 ده يا برنس. بيقول لك اذا كان ظا ب زائد ظا ج ب5 على 3 فإن ب ج، سمي الله كده معايا. ظا ب زائد ظا ج ب5 على 3 فإن ب ج. أولا مش دي زاوية ب؟ ودي زاوية ج؟ مظبوط. دي في مثلث قايم؟ مظبوط. تعرف تجيب لي ظا ب؟ أقول له والله ظا ب مقابل على مجاور 6 على ب د. تعرف تجيب لي ظا ج؟ مقابل على مجاور 6 على د ج. هو بقى لي ان ظا ب زائد ظا ج ب5 على 3، يعني 6 على ب د زائد 6 على د ج عايز اجمع دول مع بعض يا مستر.
علمونا زمان ايام ما كنا صغيرين في الاعداديه كده، لما كنا ما شاء الله علينا، لما كانت الدماغ عاليه ورايقه وما فيهاش اي مشاكل، قال لك علمونا ان احنا لما المقامات ما تكونش متوحده بنوحد المقامات. ازاي؟ بضرب ده في ده واعمل مص 6 ب د زائد 6 د ج، واخد من فوق ال6 عامل مشترك. 6 ب د على ال6، 6 د ج مع ال6 على ب د. ضربت ده في ده وعملت مص 6 ب د زائد 6 د ج، وخدت ال6 عامل مشترك. طب بص كده معايا، هو مش ب د زائد د ج اقدر اشيلها واحط ب ج؟ يبقى 6 ب ج واخد بالك من قاعده هنا مهمه قوي اسمها قاعده اقليدس. مالها يا مستر؟ مالها قاعده اقليدس دي يا مستر؟ مش احنا عارفين ان ده تربيع، ده تربيع بيساوي ده في ده، يبقى على جنب كده أ د تربيع يساوي ده ب في ده ج. هي أ د بكام؟ ب6 تربيع ب 36. يعني انا اقدر اشيل ده ب في ده ج واحط 36 مظبوط. يبقى 6 ب ج على 36 تساوي 5 على 3 على 6 فيها الواحد على 6 فيها الستة. اعمل مص اللي في وشها يتحط تحت والباقي في البسط. تطلع ب ج بكام؟ ب10 من العيار الثقيل. دخلنا الحساب المثلثات في الجبر وتوحيد المقامات في ده في ده في ده، كل ده في مسألة واحدة. كل ده في مسألة واحدة مهمة جدا جدا جدا. بعد كده عندنا ايه؟ عيد المسألة دي تاني كده بعد إذنك وشوفنا عملنا ايه وما كروتهاش. إذا كان الضلع النهائي برضه بيسأل عن سيتا. سمي الله بقى كده، طالما الراجل بيسأل عن سيتا تعالى كده نتناقش مع بعض. هو أنا لو اداني دالة مثلثية، ازاي أجيب الزاوية؟ كنا بنعمل ايه يا شباب؟ أول حاجة لازم تخلي الجا لوحدها في طرف، الجا أو الجتا أو الظا، لازم تخلي الدالة المثلثية بتساوي رقم. 2 بعمل شيفت يا اما ساين يا اما كوزين يا اما تان وادخل رقم موجب، بيطلع لي حاجه اسمها زاويه حاده. وبعد كده رقم 3 بحدد الربع، عشان لو انا في الربع الاول باخد الزاويه الحاده زي ما هي، لو في الثاني 180 ناقص الحاده، الثالث 180 زائد الحاده، الرابع 360 ناقص الحاده. تعالى كده، إذا كان الضلع النهائي كذا 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 فإن سيتا، أولا هو مديك جتا سيتا، فهو السين يعني إيه جتا؟ أعمل شيفت ساين ولا شيفت كوزين ولا شيفت تان؟ شيفت كوزين، شيفت كوزين، واكتب الرقم بالموجب ولا بالسالب؟ طبعا بالموجب. يطلع لك إن الزاوية الحادة ب45 درجة. صلى على النبي. مش هنا الجتا سالبة؟ جتا سالبة. والجا قال لك حيث السطحة الموجبة، الجا موجبة؟ يبقى انت في الربع الثاني، يبقى الربع الثاني. وما دام انا في الربع الثاني يا مستر 180 ناقص الحد، 180 ناقص 45 ب 135 اللي هي الإجابة اللي مش موجودة، فهنشيل دي ونكتب 105 وكام؟ 135. السؤال اللي بعديه بقى، جتا س ب1 وجتا س ب0. عايز حضرتك تفتكر معايا الزوايا الرباعية كده. مش دي الزاوية 0 ودي 90 ودي 180 ودي 270 ودي 360. فاكر انت ان الاحداثيات بتاعت دي كان اسمها 1 و0؟ اما دي 0 و1
مستر قبل ما تقولهم فكرني كنا بنحفظهم ازاي؟ مش دي على محور السينات؟ يبقى الصب صفر. دي واحد عشان على اليمين ودي سالب واحد على الشمال. طب مش دي على محور الصادات؟ يبقى السين بصفر. بس دي فوق تبقى واحد ودي تحت تبقى سالب واحد. مين الزاوية اللي الجتا بتاعتها بصفر والجا بتاعتها بسالب واحد؟ 270. الجتا بصفر والجا بسالب واحد 270. 270 270. اما الصفر الجتا بواحد والجا بصفر. اما التسعين الجتا بصفر والجا بواحد. اما ال 180 الجتا بسالب واحد والجا بصفر. اما اللي يقول لك سيتا قياس زاويه حاده بيقول لحضرتك اوجد سيتا. انت عارف يعني ايه ده؟ زاويه سالب واحد ده يعني شيفت تان. والله شيفت تان واكتب واحد تطلع معايا 45 درجه. فاختار الزاويه الحاده 45 درجه. نستكمل بقى يا رجاله الفيديو بتاعنا بدرس الزوايا المنتسبه. طبعا درس مهم جدا، تفاصيله مهمه جدا، لازم الطالب يكون لامن بيها كلها. فاكر في الزوايا المنتسبه لما كنت اجي اقول لك اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم، هو احنا عندنا كام زاويه منتسبه؟ احنا عندنا 8 زوايا منتسبه. ايه هما؟ دي الزاويه صفر، ودي الزاويه 90، ودي الزاويه 180، ودي الزاويه 270، ودي الزاويه 360. ده الربع الاول، وده الربع الثاني، وده الربع الثالث، وده الربع الرابع. وكنا بنقول ان الزوايا في الربع الاول فاكر من صفر ل90 اللي هي من صفر ل4 على 2، والتاني من 90 ل180، والتالت من 180 ل270، والرابع من 270 ل360. وكنا بنقول ان كل جبار ظالم جاته داهيه. كل جبار ظالم جاته داهيه. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني كل الدوال المثلثيه في الربع الاول موجبه. اما الربع الثاني الجو مقلوبها بس اللي موجبين، الجو القطع. اما الربع الثالث الظا والظتا. اما الربع الرابع الجتا والقا. يعني الربع الثاني الجو القطع بس، والربع الثالث الظا والظتا بس، الربع الرابع الجتا والقا بس. ما احنا اخدنا الكلام ده يا مستر بقى، انت لسه قايله من شويه. طب عظيم قوي. فاكر الزوايا المنتسبه بقى؟ كنا بنقول ان هم 8 كل ربع في 2. 90 ناقص سيتا، 90 زائد سيتا، 180 ناقص سيتا، 180 زائد سيتا، 270 ناقص سيتا، 270 زائد سيتا، 360 ناقص سيتا، 360 زائد سيتا. كم زاوية منتسبة دول يا رجالة؟ أيوه قول معايا كده يلا. 8 زوايا منتسبة. 8 زوايا منتسبة أهم. حتى كنا بنقول يا رجالة ركز معايا برضو في شوية معلومات كده. كنا بنقول عشان احل الزوايا المنتسبة في كام خطوة؟ 3 خطوات. ايه هم ال3 خطوات؟ 1 حدد الربع. 2 حدد الإشارة. 3 حول أو ما تحولش. حدد الربع، حدد الإشارة، حول أو ما تحولش. كنا بنقول إيه يا رجالة اللي بيحول؟ مين يقول معايا؟ بالظبط ال90 وال270. طب مين اللي ما بيحولش؟ ال180 وال360 دول اللي ما بيحولوش. بيحول إيه يا مستر وما بيحولش ليه؟ هعرفك حالا. بس قبل ما أعرفك بص معايا على الملحوظة دي. في دوال بتبلع الإشارة زي الجتا والقا، الدوال دي بتبلع الإشارة. وفي دوال بتطرد الإشارة زي مين يا مستر اللي بيطرد الإشارة ده؟ هم الجا سالب سيتا
والقتا سالب سيتا والظا سالب سيتا والزتا سالب سيتا. يبقى في دوال بتبلع الإشارة زي الجتا والقا. الجتا بتبلع والقا بتبلع. أما الجا تطرد، الجا تطرد والقتا تطرد والظا تطرد والزتا تطرد. في دوال بتبلع الإشارة ودوال بتطرد الإشارة، بتشيلها أصلا. زي ايه يا مستر بقى كده؟ ما تدينا مثال. فاكر لما كنت اجي اقول لك انا عايز جا، افكرك كده، جا 90 ناقص سيتا. طب جتا 180 ناقص سيتا او زائد سيتا. قا 360 ناقص سيتا. زتا 270 ناقص سيتا. يلا بينا مع بعض، او خليها زتا 270 زائد سيتا. يلا مع بعض. اولا حدد الربع. حدد الربع. 90 ناقص سيتا ربع اول، ادي الربع اول. 2 حدد الاشاره. جا في الاول موجبه. جا في الاول موجبه، ما احنا قلنا الاول كله موجب. ثالثا حول او ما تحولش، ال90 بتحول، هتخلي الجا جتا سيتا. جتا يا جماعه سيتا. المسألة الثانية حدد الربع. ربع تالت. جتا في التالت سالبة. 180 ما بتحولش، تبقى جتا سيتا. 360 ناقص سيتا ربع رابع. حدد الربع. رابع. قا في الرابع، ما احنا قلنا الجتا ومقلوبها. الجتا ومقلوبها موجبين. 360 ما بتحولش. 270 زائد سيتا رابع. زتا في الرابع مش مكتوبه يبقى سالبه. 270 بتحول تخلي الزتا ايه؟ ظا سيتا. فكره مهمه. طب انا لو جبت لك حاجه زي كده، قلت لك جتا سيتا ناقص 180، واحد دلوقتي يرفع ايديه يقول لي يا مستر لحظه واحده بس، الزوايا المنتسبه عندي ما فيهاش سيتا ناقص 180. الزوايا المنتسبة فيها 180 ناقص سيتا. فيها 180 ناقص سيتا، فدي مش زاوية منتسبة. اعذرني يا مستر انا محتاج اخلي دي 180 ناقص سيتا. اقول له بص يا حبيب قلبي، تقوم فاتح القوس كده، او خليها مثلا كده اهو، تقوم عامل كده. مش انا عادي جدا يا مستر لو جمعت 360 عادي خلاص. سالب 180 زائد 360 بموجب 180 زائد سيتا. ما هي دي موجب سيتا نزلت زي ما هي، ودي موجب 180. كده اقدر احل. ده ربع تالت. جتا في التالت سالبه. 180 ما بتحولش، تنزل جتا يا سيتا. يبقى سالب جتا سيتا. سالب جتا ايه؟ خدت بالك لو اداك سيتا ناقص 180 خدت بالك هتعمل ايه؟ خدت بالك يا برنس؟ ماشي يا مستر عظيم قوي. فخلي بالك من القصه دي. بس قبل ما نخش على اي قصه تانيه، تذكر معايا كم ملحوظه مهمه جدا. دي سلايد مهمه جدا اللي انا هتكلم فيها دي. فاكر لما كنت اجي اقول لك س زائد ص ب90 درجه؟ لو عندك زاويتين مجموعهم 90 كنا بنقول كده: جا بيساوي جتا. وقا بيساوي قتا. وظا بيساوي زتا. جا بيساوي جتا، وقا بيساوي قتا، وظا بيساوي زتا. لو في زاويتين مجموعهم 90 جا الاولى بيساوي جا الثانيه، وقا الاولى قتا الثانيه، وظا الاولى زتا الثانيه. فعلى سبيل المثال الراجل يقول لحضرتك ايه؟ س زائد ص ب90. مثال اهو: وكان جا س بيساوي نص، فإن جتا ص. أقول له والله
طالما الجا بيساوي سوري الزاويتين مجموعهم 90 يبقى الجا الاولى بجاتا الثانيه، يبقى جاتا الثانيه برضو بنص. ماشي. طب ايه يا مستر المعلومه الثانيه؟ تعال نشوف المعلومه الثانيه. لو الزاويتين عند حضرتك مجموعهم 180 اقول له كده يبقى جا الاولى بيساوي جا الثانيه، وجاتا الاولى بيساوي سالب جاتا الثانيه، وظا الاولى بيساوي سالب زتا الثانيه. جا بيساوي جا، جتا بتساوي سالب جتا، ظا بيساوي سالب، سوري انا اسف عملنا حاجه غلط، ظا بيساوي سالب ظا. زي ايه؟ مثال عليها، اشهر مثال اقول لحضرتك ا ب ج د رباعي دائري. رباعي ايه يا جماعه؟ دائري. طبعا حضرتك عارف ان الرباعي الدائري ده قياس زاويه ا زائد قياس زاويه ج، كل زاويتين قصاد بعض مجموعهم 180، وقياس زاويه ب زائد قياس زاويه د، كل زاويتين قصاد بعض مجموعهم 180. فانا عارف ان في الرباعي الدائري خلاص بقى الرباعي الدائري جا ا هي جا ج، وجا ب هي جا د. اما جتا ا بسالب جتا ج، وجتا ب بسالب جتا د. ده في الرباعي الدائري. بالمره بقى بالمره بقول لك في اي مثلث جا مجموع زاويتين بيساوي جا الزاويه الثالثه، جتا مجموع زاويتين بسالب جتا الزاويه الثالثه. زي ايه يا مستر بقى؟ تعال اقول لك حالا يا برنس. بص لي كده على الاسئله دي من اول السؤال ده. بص يا عالمي، اعتقد كنا واقفين عند السؤال ده. السؤال ده إذا كان جا سيتا بسالب 8 من 10، يعني سالب 8 على 10 اللي هي سالب 4 على 5، قلت لحضرتك قبل كده لو ادالك دالة مثلثية واحدة ارسم مثلث فيثاغورس بدون إشارات. فهو جاي عامل كده أهو، مثلث فيثاغورس بدون إشارات، أقوم عامل كده، أقوم جاي عامل كده سيتا، مش هو مديني الجه مقابل على وتر 4 على 5 من فيثاغورس ده ب3، وطبعا انا في الربع الثالث اهو فصل. انا في الربع الثالث فاقدر اجيب اي حاجه. انت عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز 3 زتا 270 ناقص سيتا. اولا اهي انا عايز ده 3 زتا 270 ناقص سيتا. شباب ادي الثلاثه مالكش دعوه بيها. 270 ناقص ده ربع كام؟ تالت. زتا في التالت، زتا في التالت سالبه، زتا في التالت سالبه. اقوم لافف مديك قلم على وشك كده،
الربع الثالث. انا عايز 3 زتا 270 ناقص سيتا. ادي التلاتة 270 ناقص ده ربع تالت، زتا في التالت موجبة، 270 بتخلي زتا ايه؟ ظا. 3 ظا سيتا، يعني 3 مش الظا مقابل على مجاور، 4 على التلاتة، وطالما انا في الربع التالت الظا موجبة، تطلع مع حضرتك الناتج الاخير بكام؟ ده هيطير مع ده، الناتج الاخير ب4. السؤال اللي بعديه أ زائد ب ب90، طالما عندي زاويتين مجموعهم 90 انزل بالنزله بتاعتي. جا بيساوي جتا، جا بيساوي جتا، قا بيساوي قتا، قا بيساوي قتا، ظا بيساوي زتا، ظا بيساوي زتا. إذا ظا أ هي زتا ب، يبقى زتا ب بتلت. أنا مش عايز زتا ب، أنا عايز ظا ب. شقلب الزتا يديك 3. زتا ب بتلت، يبقى الظا ب شقلب يديك 3. أ ب ج د رباعي دائري. أول ما هقرأ كلمة رباعي دائري يا مستر يبقى جا أ هي جا ج، هي جا ج. والله يا مستر جا أ ب3 على 5، يبقى جا ج برضه ب3 على 5، فالإجابة 3 على 5. أ ب ج د شكل رباعي. في طلبة بتتلخبط ما بين الرباعي والرباعي الدائري. شكل رباعي، طبعا حضرتك عارف ان مجموع زوايا الشكل الرباعي 360 درجة. يعني انت عارف ان أ زائد ب زائد ج زائد د 360 درجة. انا عايز ج د، اذا نخلي الدال لوحدها في طرف، فانا هودي كل دول بعكس الاشاره، يبقى الدال 360 ناقص أ زائد ب زائد ج واقفل القوس. أ زائد ب زائد ج زائد د ب 360، اذا الدال 360 ناقص كل ده. جا د يا برنس هاخد جا للطرفين، تلتمية وستين ناقص ربع رابع، جا في الرابع سالبة، يبقى جا د بسالب 360 ما بتحولش، فهنزل يا مستر الجا زي ما هي، هنزل الجا زي ما هي. يبقى جا د بسالب جا الكلام ده كله، يبقى جا د بسالب 3 على 5. ادي جا د. 29 جاتا سالب سيتا، قلنا الجاتا بتبلع الاشاره، هي جاتا سيتا. 30 ده مثلث س ص ع حد الزوايا. طب حلو قوي الفكره دي، يقول لك س زائد ص زائد 2 ع. انا عايز جا س زائد ص زائد 2 ع، اخليها ع زائد ع. واخد بالك انت ان س زائد ص زائد ع ده ب 180؟ مية وتمانين زائد سيتا ده ربع تالت، جا في التالت سالبة، 180 ما بتحولش، تبقى سالب جا عين، سالب جا عين يا مستر. يبقى انا كده عايز الاجابه سالب جا عين، انا معايا ظا عين. تعالى كده بص، مش دي الزاويه عين؟ انت معاك الظا مقابل على مجاور من عمك فيثاغورس، ده يطلع معاك ب4 ولا بكام؟ جذر ده تربيع زي ده تربيع يطلع ب2. انا عايز سالب جا عين، يعني سالب مقابل على وتر، سالب جذر 3 على 2، سالب جا عين. يبقى بص خليت الفكره دي عامله ازاي؟ خليت 2 عين دي عين زائد عين، كل ده في المثلث ب 180. يبقى جا 180 زائد عين اللي هي سالب جا عين، اللي هي سالب مقابل على وتر.
جتا 90 ناقص سيتا، 90 ناقص سيتا ده ربع اول، وجتا في الاول موجبه، وال90 بتحول بتخلي جتا جا في قطا سيتا. جا سيتا في قطا سيتا داله في مقلوبها بكام؟ بواحد. داله في مقلوبها بواحد. 90 ناقص سيتا ربع اول، الظا في الاول موجبه، 90 بتحول بتخلي الظا ظا، او بتخلي الظا زطا. 90 زائد سيتا ربع تاني، الظا في التاني سالبه، 90 بتحول بتخلي الظا ايه؟ زطا. زطا في سالب زطا، زطا في سالب زطا. هو يا شباب للاسف الشديد دي مش فيه، هي دي زائد، دي غلطه من عندنا معلش، هي دي زائد. زطا زائد سالب زطا تطلع معاك بصفر، الاجابه صفر. عدلي دي عندك يلا. 13 جا سيتا ناقص 5 بيساوي صفر، يعني 13 جا سيتا بتساوي 5. اقسم على 13 واقسم على 13. جا سيتا 5 على 13، اهو عامل مثلث بالشكل ده. مش الجا مقابل على وتر من فيثاغورس ده ب 12. انا ما بين باي على الاثنين و2 باي، يعني انا يا مستر ما بين الباي على الاثنين ال90 وال180 و270 و360. انا هنا يا تاني يا تالت يا رابع. واخد بالك انت ان الجا موجبه؟ مش الجا موجبه يا اول يا تاني. طب انا الاول مش معايا، يبقى انا في الربع التاني. طب انا عايز جا 270 ناقص سيتا في قا 90 زائد سيتا. 270 ناقص ده ربع ثالث، الجا في الثالث سالبه، 270 بتحول تخلي الجا جتا. 90 زائد ده ربع ثاني، قا في الثاني قا مقلوب الجتا سالبه طبعا، قا في الثاني سالبه، 90 بتحول بتخلي القا ايه؟ قتا. سالب في سالب بموجب ملهمش لازمه، فانا عايز جتا في قتا. طبعا الجتا يا شباب مجاور على وتر 12 على 13، بس انا في التاني والجتا في التاني سالبه. القتا مقلوب الجا 5 على 13 يبقى 13 على 5، وانا في التاني القتا موجبه. ده هيطير مع ده يبقى سالب 12 على 5، سالب 12 على 5 اللي هي الاجابه الف. سؤال مهم قوي يا جماعه، اسئله حساب المثلثات مهمه قوي يا جماعه. ظابه مديني داله مثلثيه واحده، اهو مراسم مثلث. ظابه مش الظا مقابل على مجاور من فيثاغورس ده ب5، حيث الب من باي ل 3 باي على 4. 3 في 180 على 4 ب 135. 3 في 180 على ايه ده؟ هي دي المفروض تبقى 3 باي على الاثنين برضه معلش. يعني ده كده ما بين ال 180 وال 270 يعني ربع ثالث. هنعدل دي معلش. فإن قيمة، يلا نحل الكلام ده. 360 ناقص ب ده ربع يا مستر، جتا في الرابع موجبة، 360 ما بتحولش تنزل جتا ب. 90 ناقص ده ربع أول يا مستر، قا في الأول موجبة، 90 بتحول تبقى القا إيه؟ قتا. الجتا مجاور على وتر 4 على 5، بس أنا في الربع الثالث فتبقى سالبة. القتا مقلوب الجا 3 على 5 يبقى القتا 5 على 3، وانا في الربع الثالث والقتا في الثالث سالبه. لما اضرب دول في بعض يبقى 4 على 3. لما اضربه في بعض يبقى كام؟ اختار 4 على 3. 4 على 3 يبقى هنا المثال ده كان فيه مشكله، يبقى هنخلي الاجابه كام؟ 4 على 3، واشطب لي على الاختيارات دي عذرا لهذا الخطأ الفني. عذرا لهذا الخطأ الفني، وده عيب
اللي ما راجعش ورا الاشراف. يلا يا رجاله نكمل. تعالى تاني في الشكل المقابل ده، طبعا شكل رباعي دائري عشان رؤوسه كلها الدايره بتمر بيها. فانا عندي عايز جتا صاد، مش احنا قلنا الجتا بتساوي الجتا بس بعكس الاشاره، فجتا س سالب 3 على 5، يبقى جتا صاد اقول له 3 على 5 اللي هي 6 من 10. ظا سيتا امستر 90 زائد ده ربع ثاني، ظا في الثاني سالبه 90 بتحول بتخلي ظا زطه زائد ظا تربيع 60. اولا سالب زطه، اولا الزطه 4 على 3 يبقى سالب 4 على 3، ظا تربيع 60 دي على الاله تطلع معاك ب3. سالب 4 على 3 ظا تربيع 60 ب3 دي على الاله الحاسبه تطلع معاك 5 على 3. مظبوط، تطلع معاك ب5 على 3. هي دي سالب 5 على 3 ودي سالب 5 على 3، هنشيل السالب من هنا ونختار دي، يبقى السالب ده مش موجود يا شباب. 5 على 3. لسه حالين زي دي صح؟ لسه حالين زي دي، لسه حالين زي دي. إذا كان س ص ع مثلث منفرج الزاوية في عين، أنا عايز كل الكلام ده اللي هو جاي س زائد ص زائد عين. طبعا السين 2 س دي هفكها س وس. طبعا كلنا عارفين في المثلث إن ده كله ب 180، يبقى جاي 180 أو جاي 180 زائد س، جاي ده ربع تالت، جاي في التالت سالبة 180 ما بتحولش تبقى جاي س برضه، سالب جاي س، الناتج ده كله بسالب جا س، يعني سالب 3 على الكام؟ على 5. دي نقطة على دايرة الوحدة، يبقى دي الجتا، دي جتا سيتا ودي جا سيتا. أنا عايز جا 180 ناقص سيتا ده ربع ثاني، جا في الثاني موجبة 180 ما بتحولش تنزل جا سيتا برضه. طب أنا عايز جا سيتا، مش دي الجتا ودي الجا؟ جا سيتا ب3 على 5. دي نقطة على دايرة الوحدة، دي الجتا ودي الجا. قال لي أنا عايز جتا 90 زائد سيتا، جتا 90 زائد سيتا، 90 زائد ده ربع إيه؟ ثاني، جتا في التاني سالبة 90 بتحول بتخلي الجتا جا، يعني سالب جا سيتا. تاني مش دي نقطة على دايرة الوحدة؟ السين بتعبر عن الجتا والصاد بتعبر عن الجا. أنا عايز جتا 90 زائد سيتا، 90 زائد ده ربع تاني، جتا في التاني سالبة 90 بتحول بتخلي الجتا جا، يبقى سالب جا سيتا. مش دي الجا 4 على 5، يبقى سالب 4 على 5. أبسط صورة للمقدار ده 180 زائد سيتا ربع تالت، جتا في التالت سالبة 180 ما بتحولش، 90 زائد ربع ثاني، جا في التاني موجبة 90 بتحول. طب سالب جتا سيتا زائد جتا سيتا مش هيطيروا مع بعض، يبقى الناتج بايه؟ بصفر. عند حضرتك زاوية موجهة، الراجل بيقول لحضرتك النقطة دي نقطة تقاطعها مع دايرة الوحدة، فهرسم مثلث. اشمعنى؟ ليه رسمت مثلث؟ عشان مديني دالة واحدة، مديني الجا، ما هو الجا مقابل على وتر، مقابل على وتر من فيثاغورس ده ب4. طب الراجل قال لك ان السين سالبة، يعني ايه الربع اللي فيه الجتا سالبة والجا موجبة؟ الربع التاني، برافو عليك، خلاص بقى احنا حفظنا. انا عايز جتا 90 زائد سيتا، جتا 90 زائد يعني ربع ثاني، جتا في التاني موجبة 90 بتحول تخلي الجتا جا، يبقى انا عايز جا سيتا، اقول له جا سيتا ب3 على 5 اللي هي دي، وما كانش لها لازمه اصلا نرسم المثلث، ما فادنيش بحاجه، فاختار 3 على 5. كان ممكن ما ارسمش المثلث.
في اي مثلث قلنا جا مجموع زاويتين بيساوي جا الزاويه الثالثه، يعني جا س زائد ص هو جا عين، وجا عين بنص، فالاجابه نص. قلنا جا مجموع زاويتين بيساوي جا الزاويه الثالثه، وجتا مجموع زاويتين بيساوي سالب جتا الزاويه الثالثه. تاني، جا مجموع زاويتين بيساوي جا الزاويه الثالثه، جتا مجموع زاويتين بيساوي سالب جتا الزاويه الثالثه. الفيديو هيفصل، هنرجع نسجل تاني. نيجي بقى على جزئيه تانيه مهمه اساسيه في الامتحان. كل اللي انا كنت بحل فيه ده في الزاويه المنتسبه يجي عليه سؤال واحد في الامتحان او سؤالين بالكتير قوي. دي اساسي. لما يقول لك جا بيساوي جتا، يقول لك حيث سيتا زاويه حاده، يعني يقول لك ما تستخدمش القانون العام او الحل العام. اعمل ايه يا مستر لو جا بيساوي جتا؟ اول ما تلاقي جا بيساوي جتا او ظا بيساوي زتا او قا بيساوي قتا، قول لي مجموع الزاويتين ب 90. 13 زائد سيتا زائد 17 زائد سيتا. عايز تعملها على الآلة اعملها، مش عايز تعملها على الآلة ما تعملهاش. 13 زائد سيتا زائد 17 زائد سيتا ب 90. سيتا وسيتا 2 سيتا. 13 و17 30. ودي ال 30 بعكس الإشارة يبقى 2 سيتا. 90 ناقص 30 ب 60. هقسم على الاثنين هنا وهنا، يبقى السيتا 60 على الاثنين فيها كام؟ فيها 30 درجة وبروزها. كده السيتا ب 30 درجة. كمان مرة، جا بيساوي جتا يبقى مجموع الزاويتين ب 90 درجة. 13 زائد سيتا زائد 17 زائد سيتا ب 90. سيتا وسيتا 2 سيتا. 13 و17 30 ب 90. وديت ال 30 دي بعكس الإشارة. 90 ناقص 30 ب 60. 2 سيتا ب 60 قسمت على الاثنين يبقى السيتا ب 30. أنا مش عايز سيتا، أنا عايز ظا سيتا، أنا عايز ظا 30 بواحد على جذر 3. طبعا على الآلة لما تعملها هيطلع معاك ظا 30 جذر 3 على 3 اللي هي 1 على جذر 3. طب السؤال اللي بعديه، جا بيساوي جتا، اقول له خلاص يبقى مجموع الزاويتين ب 90. هو عايز زتا س زائد ص، هو عايز زتا 90. انا ما بعرفش احسب زتا 90. همسك الآلة احسب ظا 90 تان 90 الاقي غير معرف. ظا 90 الاقي غير معرف، او مش هقلب الظا تبقى زتا. اذا زتا 90 مقلوب الغير معرف صفر. مقلوب الغير معرف صفر. يلا نشتغل. دي فكرة تانية. دي فكرة ان انا لو عندي دالة مثلثية ازاي اقدر احسب الزاوية. تعالوا نشرحها مع بعض. احنا في سلايد كام دلوقتي؟ احنا 49. بص معايا كده. الراجل بيقول لي ايه؟ لو حضرتك معاك زاوية مثلث او دالة مثلثية، خطوة رقم 1 لازم اخلي الدالة في طرف والرقم في طرف اخر. خطوة رقم 2 لما عاوز احسب الزاوية، ده كده اسمه الايجادي الزاوية. خطوة رقم 2 هعمل شيفت، يا اما ساين يا اما كوزين يا اما تان حسب الدالة، واكتب الرقم موجب. هيطلع لي حاجة اسمها الزاوية الحادة، واشوف بعد ما يطلع لي الزاوية الحادة. خطوة رقم 3 بحدد الربع واشوف. والله لو انا في الربع الاول يبقى 180، او سوري، لو انا في الربع الاول خد الحدة زي ما هي، التاني التالت الرابع ماشي. تعال نطبق الكلام ده. تعال نطبق الكلام ده.
جتا 90 زائد سيتا ده ربع كام تاني؟ جتا في التاني موجبة، سوري جتا في التاني سالبة. 90 بتحول بتخلي جتا جاي. عايز اشيل السالب ده من هنا، شيله حطه هنا. انا عايز الزاوية يا مستر، اقوم عامل شيفت ساين. اكتب موجب نص ولا سالب نص؟ موجب نص. هيطلع لي زاوية حادة اسمها 30 درجة. زاوية حادة بكام؟ ب 30 درجة. فهسأل نفسي سؤال، هي الجاية سالبة فين وفين؟ والله الجاية موجبة في الأول والتاني، يبقى سالبة في التالت والرابع. في التالت 180 زائد الحادة، 180 زائد 30 ب 210. الرابع 360 ناقص الحادة تطلع ب 330. مين الصغيرة وعايز أصغر زاوية موجبة؟ قلت له 210. الصغيرة يا شباب 210 أهو. أما بقى قصة الحل العام، أفكرك أنا بقصة الحل العام. كنا بنقول في الحل العام يا شباب، لو أنا عندي الجاي ألفا يساوي جاتا بيتا، أو قاتا ألفا يساوي قا بيتا، كنا بنحط القانون ده. أقول له الأولى موجب أو سالب التانية ب90 زائد 360 نون. طب لو الظا بيساوي الزتا، ظا ألفا يساوي زتا بيتا، كنا بنحط القانون ده، الأولى زائد التانية ب90 زائد 180 نون أهو. مش أنا الظا بيساوي الزتا، أقول له يبقى الأولى زائد التانية 90 زائد 180 نون، يعني 3 سيتا 90 زائد 180 نون. أقوم قاسم على التلاتة، أقسم ده على التلاتة وده على التلاتة وده على التلاتة، ده هيطير مع ده. ده على التلاتة فيها ال30، ده على التلاتة فيها ال60. بس أنا عايز أحولهم. 30 لما أحولها تطلع باي على ال6، 60 لما أحولها باي على ال3 نون. يبقى هو ده الحل العام. الحل العام باي على ال6 زائد باي على ال3 نون. حولتها ازاي؟ ال30 ضربتها في باي على 180، ال60 ضربتها في باي على 180. دي تطلع معاك باي على ال6، اما دي تطلع معاك ايه؟ باي على ال3. بس يبقى باي على ال6 زائد باي على ال3 نون، الإجابة د. 2 جا سيتا زائد 1 بصفر، اقول له يبقى 2 جا سيتا وادي الواحد بعكس الاشاره، اقوم قاسم على الاثنين، يبقى جا سيتا بسالب نص. شفت ساين ولا كوزاين ولا تان؟ شفت ساين. شفت ساين، اكتب موجب نص، تطلع معاك الزاويه الحاده 30 درجه. حدد الارباع، الجاي سالبه فين وفين؟ ثالث ورابع. هو الراجل قال لي يا عم مصطفى احنا من 90 ل 270، من 90 ل 270، فاحنا يا تاني يا تالت، الرابع ده مش معانا. اقول له خلاص يبقى 180 زائد الحده 210. الاجابه هتكون ج. جتا بيساوي جا. اول ما حضرتك هتشوف السؤال ده في الامتحان هتقول لي يا مستر مجموع الزاويتين ب 90 درجه يا مستر، مجموع الزاويتين ب 90 درجه يا مستر. اقول لك يا حبيب قلبي، واخد بالك ان هو بيقول لك اوجد قيم سيتا الحاده؟ يعني ايه يا مستر ده؟ يعني مش عايز قيمه، عايز قيم. يبقى لازم تحل بالحل العام. هاو لايك ذات. اقول له الزاويه الكبيره موجب او سالب الصغيره 90 زائد 360 نون، مره موجب ومره سالب، 4 سيتا زائد 2 سيتا 6 سيتا. 90 زائد 360 نون 6 سيتا، اقسم على الستة واقسم على الستة واقسم على الستة. 90 على الستة فيها ال15،
فكام؟ 15 زائد 360 على 6 فيها 60 نون. طب انا مستر عايز الزوايا الحاده، تعالى بس الاول نشتغل سالب. 4 سيتا ناقص 2 سيتا ب 2 سيتا، 90 زائد 360 نون، اقسم على الاتنين على الاتنين على الاتنين، 45 زائد 180 نون. تعالى بقى كده، قال لك اول حاجه جرب عوض عن النون بصفر عشان اجيب الزوايا. هو ده الحل العام، كنت اختار ده لو في الاختيارات، لو هو عايز الحل العام. عوض عن النون بصفر، عوض هنا في المعادله دي بصفر، هتلاقي السيتا ب 15، فدي حد عوض عن النون بواحد، هتلاقي السيتا ب 75، دي حد عوض عن النون باتنين، هتلاقي السيتا 135. هل دي حد؟ لا. طب عوض عن النون بصفر، هتلاقي السيتا ب 45. طب النون بواحد، هتلاقي السيتا 225. دي مش حاده، فالزوايا الحاده اهي 45 15 75. مين فيهم في الاختيارات؟ 45 و15 هو دي اللي في الاختيارات. لو 75 كمان كانت موجوده معاهم كنت اختارها، لكن هي 45 وايه و15. 47 سؤال مهم جدا، ويلا عشان ناخد بريك كده. بيقول لك جاء أس سالب 1 س زائد جتا أس سالب 1 س بيساوي نقط. أنت عارف يعني إيه جاء أس سالب 1 ده؟ يعني شيفت ساين. عارف يعني إيه؟ لما أعمل شيفت ساين على الآلة بيعمل لي المنظر ده. اكتب لي أي رقم هنا، أي رقم ما بين السالب 1 والواحد. هكتب مثلا نص. طب كوزين أس سالب 1 أهي، اللي هي شيفت كوزين، واكتب نص. اكتبها كده على الآلة، اكتبها على الآلة شيفت ساين نص زائد شيفت كوزين نص، هتلاقيها طلعت معاك ب 90 درجة، اللي هي باي على الاتنين. باي عليها يا شباب على الاتنين. أما لو مثلا كنت كتبت شيفت ساين أي حاجة بقى ربع زائد شيفت كوزين ربع، هتطلع معاك برضو كام؟ باي على الاتنين. تلت وتلت باي على الاتنين، خمس وخمس تطلع معاك باي على الاتنين. فالإجابة باي على الاتنين، الإجابة باي على الاتنين. عذرا، دي المفروض تبقى باي على الاتنين يا شباب، دي مش باي، دي باي على الاتنين. سيتا في الوضع القياسي، الراجل مديني جتا سيتا بسالب جذر 3 على الاتنين. الراجل مديني جتا، فهقول له جتا سيتا بسالب جذر 3 على الاتنين. شيفت كوزين جذر 3 على الاتنين، تطلع معاك السيتا الزاوية الحادة ب 30 درجة. مين الربع اللي فيه الجتا سالبة والجا أكبر من الصفر يعني موجبة؟ ربع تاني، فأقول له 180 ناقص 30 ب 150 درجة، فاختار 150 درجة. ده السؤال رقم 48. سيتا زاوية حادة موجبة، وقال لك جتا بيساوي جا، أقول له يبقى مجموع الزاويتين ب 90 درجة، اقسم على الاتنين، ألاقي السين ب 45 درجة. ظا بيساوي ظا 90 ناقص سيتا، ده ربع أول. ظا في الأول موجبة، 90 بتحول بتخلي الظا زتا، وما دام الظا بيساوي زتا مجموع الزاويتين ب 90 درجة، اقسم على الاتنين، فلاقي السيتا ب 45 درجة. أولا جا 55 على جتا 35 دي ينفع تعملها على الآلة عشان كلها أرقام، بس ما دام الزاويتين مجموعهم 90 يبقى الجا بيساوي الجتا، يبقى دي بواحد طالما البسط بيساوي المقام. طبعا أي دالة مثلثية في مقلوبها الناتج بواحد،
1 ناقص 1 بكام؟ بصفر. ق جتا بواحد، يبقى 1 ناقص 1 بصفر، فالإجابة صفر. طالما دي طبعا على الآلة ممكن تتعمل عشان كلها أرقام، فدي كده هتطلع بواحد. لأن يا مستر طالما الزاويتين مجموعهم 90 يبقى الجا بيساوي الجتا، يبقى يا مستر طالما البسط بيساوي المقام الناتج بواحد. وما دام يا مستر اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي مش جتا 110، هي دي مش جتا 110. فين الآلة؟ شوف لي الآلة كده، دي مش جتا 110. اولا جا 70 ديت المفروض دي يا شباب، انا اسف، دي جا 110. لان ما دام الزاويتين مجموعهم 180 يبقى الجا بيساوي الجا، الجا بيساوي الجا، دول بيساوي بعض، يبقى الناتج برضه بواحد، يبقى الناتج بيساوي كاف، يبقى الكاف 2. جا بيساوي جتا، يبقى مجموع الزاويتين، مجموع الزاويتين ب90 درجة. واخد بالك انت ان الزاوية دي قد الزاوية دي؟ يبقى الزاوية الواحدة فيهم ب45 درجة. او لو انت مش واخد بالك، مش المقامات متوحدة، خد مقام واحد واجمع البسط مع البسط، سيتا وسيتا 2 سيتا، 20 و20 40، اعمل مص 2 سيتا زائد 40 ب180، ودي 2 سيتا 180 ناقص 40 ب140، اقسم على الاتنين هيبقى السيتا ب70. السيتا ب70. كمان مرة، كمان مرة، ده زائد ده ب90، المقامات متوحدة، اجمع البسط مع البسط، 40 زائد 2 سيتا، 2 سيتا زائد 40 ب180، 2 سيتا ب180 ناقص 40 ب140، اقسم على الاتنين تطلع 70. لو الارقام دي ارقام بس، هي تقريبا دي 30 ودي 30، بس على الوضع ده كده الاجابه 70. على المساله دي كده الاجابه 70. اختار 70، عدل اختيارات وخليها 70 وبس كده يكون الدرس ده انتهى. عندنا بقى درس التمثيل البياني للدوال المثلثيه. التمثيل البياني للدوال المثلثيه يا رجاله طبعا بيعتمد على شويه حاجات كده، تعالى نلخصها مع بعض. طبعا حضرتك فاكر لما كنت اجي اقول لك ان ده سيتا، كنت اقول لك الف جا ب سيتا، واقول لك ان الجا دي ليها طريقتين للرسم. الجا دي بتترسم ازاي؟ كنا بنقول كده، الجا دي بتترسم كده او كده. كنا بنرسم الجا كده يا رجاله، بصه لفوق، تبدا من عند نقطه الاصل طبعا. سوري معلش. الجا يا اما بتترسم كده يا اما ترسم كده، على حسب. لو الرقم ده موجب تترسم بصه لفوق الاول، لو الرقم ده سالب تترسم بصه لتحت. وقلنا ان الرقم ده اسمه القيمه العظمى، الرقم ده اسمه القيمه العظمى، والرقم ده اسمه القيمه الصغرى. عظمى وايه؟ وصغرى. وكنا بنقول ان لو انت عايز القيمه العظمى خد الرقم ده بالموجب، والصغرى خد الرقم ده بالسالب. كنا بنقول ان المدى من الصغرى للعظمى. ولو عايز تعرف دورة الدالة، يعني الدالة بتصنع دورة كاملة كل قد ايه؟ ما دي اسمها دورة، دي نص دورة ودي نص دورة. كنا بنقول 2 باي على مقياس الب. ولو عايز تعرف عدد نقاط التقاطع مع محور السينات، كنا بنقول له عدد نقاط التقاطع 2 ب زائد 1. اما الجتا، فالجتا لا، الجتا اهي، الجتا اهي. الجتا اهي يا شباب. قال لك الجتا تترسم من فوق كده
دي رسم الدورة أو تترسم من تحت كده. دي رسم الدورة، دي ربع دورة ودي نص دورة ودي ربع دورة، ربع ونص وربع. وبرضو ده سيتا ألف جتا ب سيتا. وكذلك المدى من سالب ألف لموجب ألف، ودورة الدالة 2 باي على مقياس الب، وعدد نقاط التقاطع مع محور السينات 2 ب. فلو راجل جه في سؤال زي ده وقال لحضرتك مدى الدالة، ببص على الرقم ده أقول له من سالب 5 لموجب 5. الدالة دي مجموع القيمتين العظمى والصغرى، أقول له والله العظمى ب3 زائد الصغرى بسالب 3. 3 وسالب 3 يعني 0. مجموع القيمتين العظمى والصغرى، العظمى ب3 والصغرى بسالب 3. مدى الدالة دي فإن قيمة ألف، طبعا أنت الاتنين ألف دي هقول ب6، لا ممكن تبقى موجب أو سالب 6، فأنا هقسم على الاتنين يبقى الألف ممكن تبقى موجب أو سالب 3. فكده الألف موجب أو سالب 3 اللي هي ألف وب معا. مدى الدالة دي من سالب 4 لموجب 4. مدى الدالة دي من سالب 1 لموجب 1. وهنا في 1 أهو. مدى الدالة دي من سالب 1 لموجب 1. وخلي بالك بقى إن الجو الجتا بينحصروا ما بين السالب 1 والموجب 1. مدى الدالة دي مش ده 1، يبقى المدى من سالب 1 لموجب 1. مدى الدالة دي مش ده 1، يبقى المدى من سالب 1 لموجب 1. مدى الدالة دي مش ده 1، يبقى المدى من سالب 1 لموجب 1. مدى الدالة دي مش ده 6، يبقى المدى من سالب 6 لموجب 6. القيمة الصغرى باخد الرقم ده بس بالسالب، يبقى سالب 7. أنا زهقت منك النهاردة، خدي بالك. القيمة الصغرى خد الرقم ده بالسالب. القيمة العظمى خد الرقم ده بالموجب. الدالة دي دورتها قد ايه؟ اقول له 2 باي على ب. الب بكام؟ الب ب1، يبقى دورتها 2 باي. الجا دي تصل او تبلغ اقصى قيمة لها عند السين بقد ايه؟ بص، هي الجا بتبلغ اقصى قيمة لها لما الزاوية دي كلها تكون ب90. يعني باي على 4 زائد س تكون ب90 اللي هي باي على 2. يعني 45 زائد س ب90، ودي بعكس الإشارة 90 ناقص 45 تطلع ب45 اللي هي باي على كام؟ باي على 4. تبلغ أقصى قيمة لها لما الزاوية تكون ب90. النقطتان دول على منحنى الدالة دي جتا س. ادي منحنى جتا س، ماشي. فإن أكبر قيمة للمقدار ص1 ناقص ص2. بص يا أخي، تعالى كأننا مثلا الراجل بيتكلم عن النقطة دي والنقطة دي. فص1 دي اللي هي القيمة العظمى، وص2 دي اللي هي القيمة الصغرى. فالألف هنا ب1، يبقى 1 ناقص سالب 1 تطلع معاك ب2. 1 ما هو ص1 ب1 وص2 بسالب 1. 1 ناقص سالب 1 ب2. عدد مرات تقاطع المنحنى ده مع محور السينات، قلت له ده جه، يبقى 2 ب زائد 1. 2 في 3 زائد 1، اقول له 7 مرات. 7 يا شباب، 7 مرات. وعندنا بقى شويه معلش مسائل تاني كده. لو راجل جاب لك حاجه زي كده وقال لحضرتك انا عايز اعرف المدى هنا من كام لكام. بص كده، لو راجل عمل كده قال لك د س 2 ج س زائد 1. الطبيعي من غير دي هقول له الصغرى سالب 2، العظمى موجب 2، والمدى من سالب 2 ل 2. الطبيعي ان انا اقول له المدى من سالب 2 لموجب 2. طب هزود 1، سالب 2 زائد 1 والاتنين زود 1، يبقى دي سالب 1 ودي 3. ده المدى يا برنس. طب لو دلت سيتا، وطبعا الصغرى سالب 1 دي الصغرى ودي العظمى،
طب لو دالة سيتا سالب 3 جتا سيتا ناقص 2، الطبيعي ان الصغرى سالب 3 والعظمى موجب 3. بس انا هنقص 2 وهنقص 2. سالب 3 ناقص 2 بسالب 5 اللي حصل، ولا تزعلي نفسك. سالب 5 و3 ناقص 2 بكام؟ ادي الصغرى وادي العظمى. واضح يا شباب؟ خدت بالك من رسمة الجو جتا؟ كده ننتظر بعض ان شاء الله في فيديوهات جديدة لحل الامتحانات. وطبعا في فيديو جبر وفي فيديو هندسة تاني، في فيديو جبر مراجعة كاملة وفي فيديو هندسة مراجعة كاملة وفي فيديوهات حل امتحانات. سبسكرايب في القناة، اشتراك في القناة وفعل الجرس وشير ولايك وقول لكل الناس مستر مصطفى مظبطنا في المراجعات. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.